السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لازم نذكر من باب ان الذكرى تنفع المؤمنين ان الامارات هي مهندسة الانقلاب الذي حدث في اليمن. تم طبخ الانقلاب الذي حدث في اليمن في ابو ظبي، حيث كان علي عبد الله صالح موجودا يقوم بهندسة هذا الانقلاب من هناك. من يقول الامارات تقاتل معنا غير صحيح. الامارات هي اللي دفعت الحوثيين $1 مليار واتفقت مع علي عبد الله صالح ليقوموا بالانقلاب. انظروا، لا يتواجدون الا في الخندق اللي يتواجد فيه اعداء الامه، واقولها بالفم المليان لا تخشى الا الله. يعني كلنا نتمنى ان الامارات تدرك الدور الخطير اللي تقوم فيه، وانها تخدم اجنده خارجيه من خلال يعني مواقفها السياسيه. محمد بن زايد هو قائد هذه المسيرة الزائفة والخائبة، لكنه هو الذي أضر بنا في داخل بلدنا في المملكة العربية السعودية إضرار كبير جدا، لأنه كون مع محمد بن سلمان ما يسمى بخلوة العزم. خلوة اسمها خلوة العزم وأعلن عنها. أنا محمد بن زايد لديه رؤية للمنطقة كلها وليس للمملكة فقط، للمنطقة كلها، أن يزيح كل أنواع الإسلام السياسي والانتماء العربي من المنطقة، وأن تمسخ المنطقة مسخا كاملا وتتفاهم مع إسرائيل بل تكون خادمة لإسرائيل. والإمارات خلاص سحبت على طول. يوم شافت أمريكا لن تقوم بأي عملية ضد إيران، جلسوا مع الجماعة في إيران وجلسوا يتفاوضون معهم ويسيرون معهم إلى نتائج. في النهاية من أكبر أماكن غسيل الأموال للحكومة الإيرانية حسب تقارير الخزانة الأمريكية إيش؟ دبي. أخذت الإمارات ما تريد، حققت الإمارات ما تريد، وأنت أخذت الخزي وأخذت الدمار والخراب. واقنع شعبك الآن. إسرائيل والإسرائيليين هم من هذه الأرض، وليسوا من مثلا من كاليفورنيا ولا مثلا من يعني أراضي في الشرق أو في الغرب. هم من نفس الأراضي التي نحن نعيش عليها.